شنو خيارات الأم في الدور بعد ما شخص يصبح شخصيته تتكون وعنده رغباته وفاهم شنو يبي؟ هل هي صداقة أو دعم؟ المرحلة الصعبة بالنسبة للأم كيف تفصم نفسها من أولادها. كيف قعدش الأم بعدين تولي هي تابع للبنتها ولا لولدها. وحنين تبدأ الأم بعد ما كانت هي الأم القوية اللي هي الأم يعني اللي تعطي وإلى آخره، تبدأ هو محتاج لعطفهم، ما تطلعش إلا معاهم، هم اللي يطلعوها، خلاص ترخي خلاص يعني ما عادش تعرف شيء، هم يدوا لها كل شيء. وهذه هي نعتبرها في طام الأم من صغارها. مش أنت الأول بتفطم عيلك منك، بعدين كيف المرحلة الصعبة بالنسبة للأم كيف تفصم نفسها من أولادها. كيف مش معناته تستقل تماما عليهم. من المستحب إن المرأة في فترة متأخرة تبدأ تفكر في هواياتها. لو كان عندها زمان هواية الرسم ترجعها، لو كان عندها هواية الخياطة ترجعها، لو كان عندها هواية القراية ترجعها. لكن لأن العيل راه ما يوقفش طلبات راه، حتى يبدأ شيباني يبدأ قاعد يحط الهم على أمه، وقاعد لما تصير مشكلة يجي يحكي لأمه. يعني حتى هو لازم يكون عنده أيضا يعني شعور بالمسؤولية، أن الأم هذه بعد فترة ما عادش تقدر تفكر زي زمان، ما عادش يعني متوازنة زي زمان، ما عادش تقدر تعطيك النصيحة زي زمان، إنك أنت في عالم مختلف عن العالم اللي هي عايشة فيه. بالعكس أنت تعرف العالم هذا أكثر من هي تعرفه. فهو حتى يعني ما عادش تقل عليها بصغاركم بأحفادكم بأحفادها مسكينة وتجيبهم لها وتحطهم عندها. يوم الجمعة هذا المفروض يكون يوم راحة عليها. ضيعت علينا فرص مش يوم نبقى حد يساعدنا شوية. لا مش يوم تعب زي ما قاعد يصير. يوم الجمعة بدأ يوم يعني كابوس للأم مسكينة بيجوها كل صغارها وأحفادها، ما فيش مثلا نوع من التنسيق المسبق وإلا ريحوها مثلا ولا ما نجوش يعني في مفروض فهي هيك نعتبرها يعني المرحلة الثانية هي مرحلة الأم لنفسها. ومهمة جدا لأنك أنت لو ما استثمرتش وقت تستكشف أنت منه هواياتك زي ما حكيتي ودورك في المرحلة هذه انتهيت أو اهتمامك حيرجع في مرحلة انتهت فيهم هم، هتكون تابع ليهم خلاص. هم اللي حيتحكموا في حياتك. لاحظتها هذه، هم اللي حيتحكموا في حياتك بالكامل، وهم حسب يعني حتى هم عندهم مشاغلهم وعندهم مشاكلهم وعندهم فتحس الأم أحيانا بالإهمال في الفترة دي. كان كتبت قصة اسمها خبزة حوش وأثرت في ناس كتير. خبزة الحوش هذه خبزة حوش هذه يعني الأم اللي ما تكبر في السن وصغرها يكبروا كيف العلاقة تبدأ العزوزة هي يعني العزوز عندي وحتى الاسم ما عادش يقال، وتبدأ الأم لحد ما عادش توجه لها الحديث الحاجة والعزوزة والحاجة وما تندريش وما تعرفش. في حتى يسألها مرة يقول لها أنت شنو تبي فيهم الفلوس اللي أنت عندك هذو؟ يعني أنت خلاص كبرتي في السن، أعطينا الفلوس هذه بتاعك دي نحن. إيه صارت هذه قاعدة تصير يعني. لأن في طمس للشخصية مطموسة ما عادش فيها فايدة بك يعتبروها. فهمتني إلى حد ما. فهي عودة إلى أن العلاقة هذه لازم نقفوا عندها شوية ونفكروا فيها. بس كيف تتم يعني أنت عندك الحوار ما بين العائلة من أصعب الحوارات يعني، وديما يصير في آخر لحظة يعني بعد ما تصير المشكلة يعني ورثة مش عارف شنو المراحل الكبيرة هاد. ما فيش طاولة حوار، ما فيش تعال في العشان شن صاير معاك شن كذا والله هذا ضايقني هذا كذا. ما بيش نقول مش جزء من الثقافة ان هذا تعميم يعني كل أسرة وعندها خصوصياتها كيف تدير. بس انت لو تنصحي حد يقولك والله انت كلامك صح بس انا ما عنديش القدرة او المعرفة ان نفتح الموضوع هذا مع امي ولا الام تفتح مع صغارها. يقولوا في كل بيت ليه كبير. ونقول لك حاجة يعني وهذه حطها يعني قدامك انت حتى بعدين. الانسان مثل لصغاره. شوف لو انت في أزمة معينة تصرفت بشكل وصارك شافوا كيف أنت تصرفت، حيتصرفوا نفس التصرف لما يكبروا. لأن توانيه تصير لي أزمة مثلا في حياتي نفكر في والدي على طول، نقول لو والدي حي وصارت له هذه الأزمة أو صار هذا الموقف شن كان حيدير؟